بعد تعادل النادي الاهلي خارج ارضه وتعادل نادي الزمالك على ارضه، الطبيعي ان النادي الاهلي هو اللي فرصته اعلى في انه يفوز الماتش الجاي، لانه هيبقى على ارضه وهو متعادل 0-0 هناك. على العكس تماما، الزمالك ضيع فوز سهل على ارضه هنا ومضطر يروح يكسب في افريقيا. الكلام المنطقي ده منطقي لكل الناس الا للزملكاويه. فطلع الكابتن اسامه حسن ومعترض على اي حد يقول ان الزمالك ضيع الفوز او ان الاهلي عمل نتيجه ايجابيه بالتعادل خارج ارضه. لكن قبل ما نبدا مع الكابتن اسامه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتصلي على النبي وتكتب لي رايك تحت في كومنت. يلا بينا نبدا الفيديو. جبت منين انت دلوقتي فرصه الزمالك اقوى دلوقتي؟ انت شايف الزمالك هيعدي المباراه اللي جايه دي بتاع كابتن بريمز؟ طول ما انا ما دخلش فيا جون على ملعبي حتى لو كسبان 2-1، انا فرصتي ان اجيب جون هناك. تضمن التحكيم؟ لا، انا اضمن لعيبتي اللي تجبر التحكيم، انا مالي من التحكيم. دي حجه بيقولها الناس اللي يعني انت اسامه تضمن؟ احلى حاجه قالها الكابتن اسامه، بيقول لك التحكيم دي حجه للناس اللي ما بتفهمش في الكوره. كابتن اسامه انا عاوز اعرفك حاجه بس، ان انت وكل الزملكاويه ما بتتكلموش غير على التحكيم. عمري ما شفتكم تتكلموا في الكوره او بتقولوا رايكم بدون ما تتطرقوا للتحكيم وللظلم ولنظريه المؤامره اللي انتوا عايشين فيها بقالكم سنين. فما تجيش تقول لي التحكيم ومش التحكيم، انت اكتر واحد بتتكلم عن التحكيم. لعبتك اللي هي ما جابتش جون هنا على ملعبك وراح تراهن على ماتش هناك. ايه يا اسامه يعني ما هو ده بقى، هو ده اللي انا شفته في الاعلام، الناس المحبطه اللي بيحبطوا لعيبتي اللي انا لسه ما لعبتش الماتش اصلا. يعني احنا نتمنى للزمالك يكسب. لا سيب المناقشه ده، خلاص ما انت قلت اللي في قلبك يا ابني. اللي هو بيتكلم نتائج يا ابني، انا بتكلم فني. نتائج ايه يا كابتن وانا لسه ما لعبتش هناك؟ يا ابني اكسب هنا الاول. النتيجه هنا، اكسب هنا. ارجع تاني بالذاكره يعني ماتش ياما صفاقس بتاع ابو تريكه. انت لما تعادلت هنا قلت الاهلي هناك هيروح يكسر الصفاقس وهيعمل. يا ابني الكوره دي لو كانت عدت ما كانش النادي الاهلي هيجيب اجوان. برافو عليك. انما الاعلام المصري واحنا هنا الاهلي هيوصل هناك هو كل مره تسلم الجره. لا، ودلوقتي بقى الاعلام عشان ما فيش ابو تريكه خلاص. هو كل مره تسلم الجره. ما عندناش يعني ابو تريكه. يعني انت دلوقتي متخيل ان هناك هيطلع ابو تريكه من عندكم؟ يعني واحد شبيه ابو تريكه يجيب جون ويكسب؟ ما فيش يا اسامه دلوقتي الكلام ده. كان زمان ابو تريكه والفرقه دي انت دلوقتي ما عندكش مواهب. برافو. انا بشكركم بجد والله العظيم على الامل اللي انتوا اديتوه لي وعلى الطاقه السلبيه. يا ابني احنا نتمنى ان الاهلي يكسب والزمالك يكسب. كل التوفيق للاعلام المصري وكل التوفيق للنادي الاهلي بيمثل مصر، الزمالك بيمثل كندا. كل التوفيق لكم. يخرب بيتك. انا بشكركم يا ابني انا بقول لك الاهلي يكسب والزمالك يكسب. هو ده الاعلام المصري فعلا. هم ده بياخدوا الكلام في اتجاه واحد. برافو عليكم والله. انا بشكركم والله. اللي في القلب بيطلع. طب انا ممكن ان في حاجه سما ممكن اسالك سؤال؟ هو احنا دلوقتي انت دلوقتي خلاص انت دلوقتي عندك شك اللي احنا عايزين الزمالك يكسب؟ ما بيلعب باسم مصر. انا عندي حاجه طاقه سلبيه تنتهي. برافو عليك. مفيش ابو تريكه خلص هناك. يا عم هل الزمالك ما كسبش هنا هيكسب هناك؟ الله اكبر عليكم، الله اكبر عليكم. يا عم احنا بنكلمك فنيا، احنا بنتكلم دلوقتي فنيا اداء. وانت هتضمني فنيا الاهلي هيكسب هنا ازاي؟ ما الاهلي بقى له 5 ماتشات وحش. ايه انا بتكلم عربي. ايه الاهلي؟ ايه 5 ماتشات؟ ايه بقى له 5 ماتشات ما راحش للجون. لولا مصطفى الشوبير قال لك هيخرج بفضيحه في كل الماتشات. ما حدش بيتكلم ليه؟ النهايه النتيجه ايه؟ ما حد نتيجه يا كابتن. ما النتيجه نتائج يا كابتن. طالع كسبان. نتائج يا كابتن. يا ابني بطوله افريقيا مالهاش دعوه بالدوري دلوقتي. سيب الدوري على جنب وسيب ماتشات الدوري على جنب. خلينا نتكلم على بطوله افريقيا دلوقتي. احنا بنتكلم واحنا دلوقتي بنحل الماتش ايه؟ هو الاهلي يا كابتن في ماتش سيمبا تنزانيا كان عاجبك رايح جاي؟ كسب. عاجبك؟ يا ابني في ماتشات قلنا مالهاش دعوه بالاداء. انا الزمالك مش عايزه يعجبني الماتش الجاي ويكسب. برافو عليك. خدت بالك من العقليه؟ خدت بالك من العقليه لما تيجي تحاورها وتفهمها بتوصل لايه؟ على فكره اينو ما قالش حاجه غلط، قال كلام طبيعي ومنطقي. بيقول لك ان الزمالك صعب الدنيا على نفسه وما ينفعش تراهن انه يكسب هناك وهو ما عرفش يكسب هنا. كلام عادي على فكره، كلام ما فيهوش غلط، كلام ما فيهوش طاقه سلبيه والفيلم الدرامي والمسلسل اللي هو عايشنا فيه ده. هو من الاخر عاوز الاعلام او عاوز اي حد يطلع على التلفزيون يطبل للزمالك ويقول هارد لك، نتيجه ايجابيه معرفش ازاي على ارضه ان هو يتعادل هنا مع فرقه زي دي. كابتن اسامه الفرقه اللي انت بتتكلم عنها ومعظم من امرها دي فرقه معلش يعني اقل فرقه في الدوري تكسبها،
وادينا شفنا مستوى الفرق اللي في الدوري عامل ازاي. الاهلي والزمالك بيخسروا في الدوري عادي، فالفرقه دي ما فرقه اجمد واحد فيها جون انطوي يعني، اللي هو ما ولا فرقه في الدوري رضيت تلعبه. فهي دي عقليه الزملكاوي، تخالفه في الراي يطلع يجيب لك ظاهرات كونيه وانتوا بتدوني طاقه سلبيه وانتوا عاوزين تهمدوا الزمالك وانتوا عاوزين توقعوا الزمالك. ادي اول مشكله. تاني مشكله بقى المغالطات المنطقيه، بيقعوا كلهم بلا استثناء بيقعوا في المغالطات المنطقيه. مغالطه منطقيه مشهوره جدا وكلهم بيعملوها، هي ايه بقى؟ وانت ايضا انا بقول لك ان انت صعبت الماتش على نفسك وبوظت الدنيا وممكن تخرج من البطوله، لا وانت كمان ممكن تخرج من البطوله. يا عم انت مالك بيه؟ انا بتكلم على الزمالك، الراجل بيتكلم على الزمالك بيقول صعب الماتش على نفسه، تقول لي ايه؟ الاهلي بقى له 5 ماتشات وحش، والاهلي خسر مش عارف من مين وخسر من مين وخسر من الزمالك وعمل وخلى ومستواه واقع وهيخسر. يا عم ماشي، يا عم ماشي، انا معاك، الاهلي هيخسر والاهلي مستواه وحش وكل حاجه، بس انا ما جبت سيره الاهلي. افهم بس، انا ما جبت سيره الاهلي، انا بتكلم على الزمالك اللي ضيع فوز سهل على ارضه ومضطر يروح يلعب في غانا ويكسب الفرقه دي في الاجواء بقى بتاعت افريقيا. تقع في مغالطه وانت ايضا وتقول لي اصل الاهلي بقى له 5 ماتشات وحش والاهلي ربنا ساترها معاه وممكن كان يخسر بفضيحه والجو ده. يا كابتن انا مالي بالاهلي، انا مالي بالاهلي. انا عارف اللي قاعدين معاك اينو ساعات بتعدي عليه وما بيعرفش يحاورك، بس بالراحه بس، انا مالي بالاهلي. الراجل بيتكلم على الزمالك، ايه دخلني بقى؟ وانت عشان تثبت وجهه نظرك لازم تشكك في الاخرين؟ رجع والفرقه مش قويه قوي، وانا جبت جون هناك ب2 واقدر هناك اجيب وعندي لعيبه تعرف تخلص هناك. انا قلت كده، انتوا قلتوا بالظبط ايه بالظبط؟ قلت نادي الزمالك ما جابش هنا هيجيب هناك، خلاص ما نروحش بقى. لا كل الشكر للاعلام المصري، كل الشكر. الزمالك ما جابش هنا هيجيب هناك، السؤال انت الاجابه انه قال لك ما جابش هنا هيجيب هناك يا عم. يا عم انا بكلمك انت الاجابه ايه؟ ولا لا؟ الاجابه طبعا. بس خلاص طبعا. وانا الزمالك قليل ولا ايه؟ ده اللي احنا عايزين نسمعه. واللعيبه دي مش اللعيبه دي هتحس بالفرق طبعا يا عم. ده وهيحسوا لما اللعيبه تحط تحت مسؤوليه ويعرفوا قيمه نادي الزمالك. انت عارف انت المشكله ايه؟ انت بتتفرع في قصص تانية تخلينا نرد عليك في مواضيع تانية بعيدا عن السؤال اللي احنا بنسأله. لسه خلص كلامه. عايز اقول لك على حاجه يا ابني، احنا عايزين كابتن مجدي انت لسه بتشرح حلقه. يا ابني احنا عايزين هو انت ليه متخيل ان احنا ضد الزمالك؟ ليه؟ احنا والله ما متعصبين، احنا على ما بنتكلم فني، وانا 100 مره قلت لك احنا عايزين الاهلي يكسب افريقيا والزمالك ياخد كونفدراليه، بس احنا لما بنتكلم اللي الموضوع صعب كان الزمالك من المفروض والطبيعي اللي هو يكسب النهارده يروح مرتاح، بس ما كسبش خلاص نعمل ايه؟ نعيط؟ لا نقول ايه بقى؟ نقول ايه؟ ما كسبش هنا هيجيب جول هناك، ده كلام بيتقال في الاعلام، لكن ما نحللش يعني ونقول لهم اللي هم غلطانين. طبعا ما تقولش كده، يعني نطلع نسقف لهم. نادي الزمالك في لعيب كوره يقول هيجيب جون هناك، ما كمان ممكن يجيب جون واثنين وثلاثه. مش انا. لا 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 احنا بنتكلم، ايوه احنا يعني انت دلوقتي عايزنا. اشمعنى لما انا غلطت ما قلتش ما صوتش اسامه؟ لا يعني اشمعنى ايه بتقول ايه؟ هو عايزنا يعني يا كابتن لما يتعادلوا النهارده نطلع هو نسقف لهم؟ طبيعي ان احنا نطلع نقول له نقول ايه يا حبيبي؟ نقول ايه؟ الراجل اخطا في تشكيل، المفروض يعمل كذا، كل التوفيق نادي الزمالك الفتره الجايه، الزمالك قادر يرجع بالفوز، الزمالك عنده ان شاء الله يرجع بالفوز، صح كده؟ ان شاء الله هيحصل. ليه يا ابني؟ هو احنا اسرائيليين يا ابني؟ كلمني بوشك. هو احنا اسرائيليين يا ابني؟ طيب بقول لك يا ابني احنا مصريين والزمالك بيلعب باسم مصر. احنا متخيل من كتر الضغط والاستريس اللي هو بيعمله على الناس اللي قاعده معاه على الضيوف خلى اينو يقول له يا عم احنا مصريين مش اسرائيليين؟ يعني الراجل فاضل شويه ويطلع له البطاقه يثبت له ان هو مصري عشان يقنعه ان هو بيتكلم بالمنطق، بيتكلم عادي كوره، يعني ما فيش عداوه بينه وبين الزمالك. انت متخيل كميه الضغط اللي بيمارسها وكميه التكرار، وما بيمسك في حاجه بيقعد يعض فيها وعاوز يثبت وجهه نظره باي طريقه، وهو اللي فاهم كل حاجه والباقي كله مش فاهم. هي دي العقليه الزمالكيه. تعال بقى شوف هو بيحامي وبيحارب عشان الزمالك ازاي، عشان بس الراجل قال رايه. شوف بقى هيتكلم على الاهلي ازاي، اسمع كده. الزمالك النادي الاهلي، بس عايز ليه تعليق بس صغير بس كده. اتفضل. النادي الاهلي مش ناقص حد، ده رقم واحد يعني. سيبك من اللعيبه المصابه دي كلها، التشكيل اللي قدامي ده، ودايما الجمهور بيقول للاهلي ما انا جاي لا، التشكيل اللي قدامي ده بتاع ماتش مازيمبي، الاربعه اللي ورا منتخب مصر الاساسيين باستثناء علي معلول، يعني اللي في نص الملعب منتخب مصر، اللي في الناس الفراوده منتخب فلسطين، منتخب معرفش المغرب، الكلام ده كله. اللي نزل مين؟ منتخب جنوب افريقيا. اللي نزل قفشه منتخب مصر، كهربا منتخب مصر، طاهر كان منتخب اولمبي. النادي الاهلي مش ناقص حد، ده رقم واحد. شفت بقى الاختلاف في التفكير؟ هنا بيدافع عن الزمالك اللي ما عندوش ولا اصابه غير احمد سيد زيزو بس، وكل الخطوط متكامله، بيدافع عنهم وبيقول لك انت ازاي تقول كده في الاعلام. شوف بقى هو بيقول ايه في الاعلام، بيقول لك ان خط الدفاع بتاع الاهلي خط دفاع منتخب مصر. يا عم ماشي انا معاك. طب بالنسبه لمحمد الشناوي الحارس الاول في افريقيا، لا ما اتكلمش عنه، ما اتكلمش عنه. بيقول لك خط نص منتخب مصر. فين الكلام ده؟ يعني فين الكلام ده؟
احنا عندنا اصابات في كل الخطوط. ازاي خط النص اللي بيلعب كريم نيدفيد خط نص منتخب مصر وما عندناش اصابات فيه؟ ازاي يعني؟ امال مروان عطيه فين؟ اهم واحد في المنظومه بقى بتاعت نص الملعب. اليو ديانج فين؟ اهم واحد في المنظومه بتاعت نص الملعب. امام عاشور فين؟ اهم واحد في المنظومه بتاعت منتخب مصر كلها بقى. فين الناس دي؟ لا مش هيجيب سيرتهم، ولا اللي بيكلموا هيعرف يحاوروا ويسالوا على الكلام ده. طب تعالى لي على خط الهجوم. بيرسي تاو لسه راجع وما وصلش لفورمته. طاهر محمد طاهر يعني له الله، واتمنى ما يجددش بقى ويتوكل على الله يشوف نادي يلعب فيه. حسين الشحات مصاب. احمد عبد القادر لسه ما رجعش لفورمته ولسه راجع من الاصابه. وسام ابو علي لسه ثالث ماتش ليه ولا حاجه. كابتن اسامه، النادي الاهلي لما كان بيكون كامل العدد او مش ناقصه لاعب واثنين وثلاثه في كل مركز كان بيدي الاهلي بالثلاثه والاربعه والخمسه، وانت فاكر الكلام ده ومش محتاج افكر. فما تجيش تطبل وعاوز تطلع الاهلي وحش باي طريقه وتقول ان اللعيبه اللي في الاهلي دي كويسه واحسن سكواد موجود ولعيبه منتخبات والقصه الحزينه بتاعتك دي. انت كده ما بتتكلمش كوره، انت كده بتدافع عن الزمالك بكل حرقه وبكل عنفوان، وتيجي على الاهلي عاوز تمشي الدنيا وبتقول اي كلام. رقم 2 يا كابتن، النادي الاهلي محظوظ حظ غير عادي ان بعد اصابه الشناوي جاله حارس مميز اسمه مصطفى شوبير. لولا ربنا سبحانه وتعالى مصطفى شوبير كان الاهلي طلع في ماتش طب ما دول كانوا عايزين يمشوه لما سيمبا التنزاني. ماتش سيمبا التنزاني كان خرج تألق غير عادي مصطفى شوبير، وماتش مازيمبي الفرقه القليله جدا جدا مصطفى شوبير شال جونين. كان الزمالك الاهلي طلع من بطوله افريقيا. الاهلي محظوظ بمصطفى شوبير بصراحه، حارس مميز بصرف النظر عن والده. تمام. يعني حتى لما حب يقول حاجه كويسه شوف ما قالهاش بالطريقه الكويسه، لا قالها لك بالطريقه الثعبانيه الزملكاويه. قال لك ايه بقى؟ النادي الاهلي محظوظ عشان لما الشناوي اتصاب بقى في حارس كويس اسمه مصطفى شوبير. محظوظ. لا ما قالكش ايه بقى؟ ان النادي الاهلي عنده اداره كويسه وشافت ان الحارس ده حارس مستقبل وما طلعتوش اعاره وحافظت عليه وخلته الحارس الثاني. لا، هو عاوز يغفل حق الاداره وعاوز يغفل كل حقوق النادي الاهلي وعاوز يطلع النادي الاهلي محظوظ لا غير، توفيق لا غير. مفيش شغل بقى ومفيش خطه ومفيش اي حاجه، هو مجرد توفيق يا جماعه. النادي الاهلي محظوظ. حتى الحته اللي المفروض يقولها بطريقه ايجابيه قالها بطريقه ايجابيه بس فيها استهتار واستهزاء وحظ، ما قلتش حاجه من عندي. طب هتخليني دي اسالك. لا خلاص مش كلام الاهلي تاني، مش دعوه. لا مش هديهم حلول. انا سؤال عام. انا مش هديهم حلول. سؤال عام. ماشي. لا بس يا كابتن اسامه اهدى اصل احنا الحلول بتاعتك اللي هتحل لنا مشاكل الدنيا. الحلول بتاعتك هتوصلنا كاس العالم للانديه وهتلعبنا في الدوري الاسباني قريب او في الدوري الانجليزي. اصل انت يعني النصيحه اللي هتقولها لنا دي احنا فعلا بص قاعدين كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم كله قاعد بيقرا الفاتحه ومستني الكابتن اسامه هينصحنا يقول لنا ايه. احنا كاهلاويه اصل رايك مهم قوي يا عم والله. احنا ما كنا بنتفرج عليك اصلا ولا كنا نعرفك الا لما طلعت تجيب سيره الاهلي. يعني بعيدا عن الاهلي لو شلت كلامك عن الاهلي من الحياه انت مش هيبقى ليك وجود. انا ما اعرفكش اصلا، انا اول مره شفتك لقيتك بتتكلم على الاهلي فعشان كده عرفتك وكانت معرفه يعني. تعال بقى نشوف الكابتن خالد الغندور وسيف زاهر بيسالوا عن اللغط اللي حصل في ماتش الناشئين بتاع الاهلي وانبي ومين اللي يستحق يفوز بالدوري وايه رايه في المشكله. شايف المشهد ازاي؟ شايف المشهد ان قبل كده على فكره يعني كابتن بدر رجب على فكره الاهلي قبل كده خد كذا بطوله بالتزوير، يعني شك في لعيب فقال ده مزور فادوا الماتش للاهلي فخد بطوله في الناشئين. امبي على فكره ياما زور لعيب والاهلي كان عنده فرقه كامله مسننه وفيها مزور شالها، والزمالك كان عنده لعيب. بس تصريح قاسي قوي ان امبي ياما زور لعيبه، ده يعني امبي قطاع قوي وقطاع محترم يا كابتن سيف. مش تصريح قوي، انا بكلمك على ماضي. في لعيبه في امبي كانت مزوره، كان في لعيبه في امبي مزوره، في لعيبه في المقاولين كانت مزوره، في لعيبه في الاهلي كانت مزوره، في لعيبه كان في لعيبه في الزمالك كانت مزوره، في لعيبه في الزمالك كانت مزوره. هل في انديه خدت الدوري في قطاع الناشئين والشباب ان هم شكوا في لاعب بالتزوير؟ حصل. النادي الاهلي نفسه خد بطوله ان كان في لعيب مزور في نادي تاني فخدوا الماتش. كابتن خالد الغندور بيقول لك اراء كده غريبه واراء مجنونه كده، هو الوحيد اللي يقدر يقولها وهو الوحيد اللي يعني فاهم هي لايقه عليه، كلامه لايق عليه، ما حدش يقوله غير كده. يعني ما حدش يقول الكلام ده غير غندور. بيقول لك ان في لعيبه في الاهلي مزوره والاهلي قبل كده خد الدوري بلعيبه مزوره. والكابتن خالد انت عندك معلومه؟ يعني حضرتك عندك معلومه؟ لا. طب حضرتك عندك دلائل على الكلام اللي انت بتقوله ده ان كان في لعيبه في الاهلي مزوره وفي انبي مزوره وان في لعيبه متسننه وان كل المشاكل دي عندنا في الكره المصريه؟ عندك دلائل على كده؟ لا 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 ما عندوش دلائل. هو جه قلع النضاره ورميها على المكتب. خد بقى مني يا كابتن سيف، عاوز تصريحات بقى تكسر الدنيا؟ خد بقى مني. الاهلي اكتر فريق خد الدوري بلعيبه مزوره. الاهلي طول عمره بيسنن اللعيبه،
هو بص الاهلي في جمله مفيده تعمل فيديو يجيب مشاهدات. هو الكابتن خالد الغندور دي شغلانته اليومين دول. ما هو خلاص بقى قناه الزمالك ما عادش غندورات الزمالك بقى. بس كفايه قوي لحد هنا. المهم لو عجبك الفيديو ووصلت لحد هنا تعمل لايك وسبسكرايب في القناه. احنا بقالنا كتير قوي على 10000 يا جماعه، محتاجين نبقى 11000 لو سمحت. وما تنساش تكتب لي رايك تحت في كومنت. وكل الناس اللي بتطالب بحلقات كتير على راسي والله. هنحاول الفتره الجايه نعمل حلقات اكتر. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.